البوسعيدي يوسع كرة خطيرة، كرة خطيرة، كرة في الشباك الكويتية، والضرب من قوي يضرب في الشباك الكويتية ويعطي أجمل عصبية عمانية من الدفاع الكويتي. وين كرة خطيرة عمانية، شنو هذا؟ يوسع جول، جول 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 جول، شيء كبير يا عمري، تسونامي عماني، تسونامي عماني، دفاع كويتي تجاوزته كل الأحداث. زعيم الكرة الخارجية ب10 ألقاب في وضعية صعبة وعسيرة، وهذه كرة أخرى. أتمنى أن لا يمر تصرف نواف الخالدي وانسحابه وهروبه في المباراة مرور الكرام. أقسم لك بالله العظيم 9 لاعبين شفتهم باللوب اليوم وتكلمت معاهم، أكدوا أن نواف ما في إصابة، 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 أكدوا أن نواف ما في إصابة. سعيد اللي يوزع جول، فعل المقبالي، فعل المقبالي يسجل ولا يبالي، خماسية تاريخية يعادل بها المنتخب العماني الخماسية الكويتية التي كانت من زمان عجلت بالخسارة التاريخية للكتيبة الكويتية. تعبنا، هذا راح اليوم كله هدر. أنا هذه قعدتي من الساعة 3 الفجر للحين مو نايم، والحين وراي ردة بعد 5 ساعات، يعني يوم كامل أنا مو نايم علشان المنتخب، وآخر شيء يسوي فينا كذي. صراحة صدمة خسارتنا اليوم 5-0، يعني ما توقعناها يعني، واحنا كان التعادل يفيدنا يعني، بس أنا من أول مباراة ثاني مباراة مو مقتنع صراحة بالمستوى، لكن قلنا ممكن اليوم إن شاء الله الشباب يشدون حيلهم. فما يخالف، الحمد لله على كل حال، ومبروك المنتخب العماني. أداء سيء جدا سيء، وما ألاحظ إنه يعني في روح تعاونية، كل واحد يدز باص عشان يقول حق الثاني يكمل مهمة. قاعدين من خير الله، رحنا الدوام استأذنا من صباح الله خير جايين نشجع المنتخب حبطنا، حتى المباراة ما كملناها بسبة إنه ماكو أداء. وخالدي يحفظ تاريخه ويمشي خلاص، ما عنده أكثر من كذا، 5 كاف. ترى احنا تعبنا، جايين باصات 7 ساعات من الساعة 5 الصبح، آخرتها ناخذ 5-0. الفريق كله واحد بدر، والمنتخب هذا احنا انخدعنا فيه، والجمهور هذا اللي حضر كله خدعة، كله من بدر، وبدر بيض الله وجهه، والباقي ولا قصور بالباقي، بس فريق فاشل 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 فاشل, فاشل.